السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. قبل ما نبداو في قصة اليوم زي العادة صليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل ما نبداو في القصة ثاني متنساوش ديروا جيم، واللي يحبوا يتابعوا القصص ومازالوا مشتركوش في القناة واش تسناو؟ اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باه يصلوكم القصص الكل. وبلا إطالة نبداو في القصة اليوم. تقول صاحبة القصة: أنا رميسو في عمري حاليا 25 سنة، بصح راح نبدا لكم الحكاية تاعي من الصغر هكا باش تفهموا مليح. المهم أنا هي الكبيرة في دارنا وعندي 4 خاوتي، عندي 2 بنات و2 ولاد. وأنا كبرت في عائلة مليانة بالمشاكل. هي في الحقيقة كنا لاباس علينا قبل ما ماما تبدا تخدم. في هذاك الوقت كنت أنا وأختي اللي بعدي كنا عايشين مع والدينا حياة بسيطة بس هانية. بصح كيما يقولوا وين يبانوا دراهم يبان الهم. المهم ماما بدات تخدم وبشوي بشوي بدات تهمل الدار. بعد ما كانت هي اللي تقرينا، هي اللي تمشط لنا تلبس لنا، ولات هملتنا ولينا نديرو كلش وحدنا، لدرجة انها تحملنا المسؤولية كامل وحنايا صغار. ولو كان غير حبست هنا، زاد جابت خوتي الاخرين واحد مور واحد، وحنايا اللي ربيناهم، قصدي انا واختي. وبعد ما كنت انايا اللي متفوقة في القسم تاعي، وليت نتراجع في المستوى الدراسي تاعي بشوي بشوي، حتى وليت متراجعة خلاص في القراية. المهم بقينا عايشين على هذا الحال وما نكذبش عليكم. هي ماما صح كانت تصرف علينا، يعني كانت توفر لنا صوالح اللي كانوا البنات يحلموا بيهم، كيما اللبسه، قصدي يعني ولينا نلبسوا مليح ناكلوا مليح. بصح الحنانه تاع الام كنا نشوفوها 5 دقايق برك. كانت تدخل في الليل ترقد على خاطر كانت تجي تعبانه، على خاطر هي كانت تخدم شحال من خدمه. وبابا ثاني كان متحمل المسؤوليه معايا انا واختي. يعني بصراحه مسكين كان يد في الخدمه تاعو يد معنا في الدار. وكان حنين علينا يا لو كان بالقليل، بصح ما يعز علينا والو. أما أنايا كنت شبه مريضة نفسيا من الحالة هذه. شغل تأثرت بزاف على خاطر حياتي تقلبت في ثانية. ملي كنت نجي في الشتا ونلقى ماما تسنى فيا ودفء في الدار ونلقاها تفطرني تبدل لي قشي المشمخ تقريني. وليت نرجع نلقى خوتي صغار، وليت أنا اللي نديرهم الفطور. وكي نرجع نلقى ديما الدار مقلوبة قليب. وبالطبع راح تأثر فيا الحالة هذه وزيد من صغري. وانا كبرت نية وكبرت نحب الناس كامل درجة اني نحي من روحي ونمثل الناس. كنت نحب نرضي الناس برك ونحبهم يحبوني برك، يلو كان بالمقابل اني انا نحي من روحي. وتقدروا تقولوا هذا الشيء مرض نفسي، وصح يعني مرض نفسي. بس كان انا كنت باهي يرضاو عليا ناس وكبار ولا صغار. نقدر ندير اي حاجة. هاي مشات ليام وكبرت. والمشاكل في دارنا قاعدة غير تزيد، وبلا ما نحكي عن مشاكل مع دار جدة اللي كانوا قراب لينا. كانوا كل يوم يديروا في المشاكل مع ماما، كل يوم عندها مشكل معاه. ومام بابا ثانية. وانا بصراحة كانوا يحبوني وجامي يدناولي ولا حسيتهم يكرهوني ولا. بصح قاعدت بيني وبين، خطرة واقفة معاهم خطرة مع دارنا. وبالرغم المشاكل والعداوة اللي كانت بين دارنا ودار جدة، بصح كانوا عماتي يشتيوني، جدة جدي كانوا كل يشتيوني. حتى كي بعد عليهم نهار نشبع بكا. ما انا ثاني كنت نشتيهم يعني بصراحة. المهم كيما قلت لك مشات ليام وكبرت. وانا من صغر كيما معظم البنات كانوا يعجبوني هكا وحدين، يعني ذراري اللي يقراو معايا ولا. بصح كنت صغيره ونيه وما نعرفش واش معناتها الحب. شغل يعجبوني بيني بالروحي وصاي. حتى الواحد النهار كي كان في عمري 12 سنه نشفى لها في الصيف. هذاك الوقت رحت عند جارتنا لقيت عندها فاميلة ثم. وهذه الطفله اسمها رزان. المهم قعدت معاها وبت هذيك الليله ثم. بحكم هذاك النهار ماما رحت عند امها اللي هي جداتي. المهم كانت مريضه رحت بات عندها. واني هذاك الوقت كان عندي فروض، تسمى ما دتنيش معاها. مهم كيما قلت لكم قعدت معاها الشيخه والطفله هذيك باينه بليتها تليفونات وخرجات، يعني فهمتوني. مالقري هي قدي في اللاج، بصح شغل دير حوايج اكبر من عمرها. وانا ما كنتش نعرف تليفون والامور هذوك، يعني مين ذاك نحكم التليفون تاع ماما، بصح كنت كي نحكم ونتفرج وصاي. كيما قلت لكم قعدنا شيخين ونحكي، وحده قالت لي ما كيش يعني في علاقه معك اش واحد. قلت لها كيفاه؟ قلت لي بنتي وراكي عايشه، ما تبغيش كاش واحد ويبغيك وتقصروا مع بعضاكم وكذا. قلت لها لا لا انا خاطيني صوالح هذا، وزيد اصلا ما نعرفش واش معناتها هذه المشيه والامور هذم. نطقت هي قلت لي صح، انا راني في علاقه مع واحد وعنده خوه يهبل، لكن تحبين نوريهولك. او قال لي شوفي لي واحده ولعبت لي ثم بعقلي حتى قبلت. وكما كان الحال خرجتني معه، سبحان الله الطفله ذيك طلعت قريه حساباتها. هي جت عند جارتنا باه تشوف الطفل هذا اللي راه معاه في علاقه برك، بيسك هو كان جارنا بس هو ما يجيش بزاف. وبحكم انا ما نخلطش يعني ما نعرفوش خلاص. المهم خرجتني معاه وتلاقت مع سيدة في الباطمة وحكاو. ومن بعد هو جاب خوه وعرفته بيا زعما وطلعنا للدار عادي كلي ما درنا والو. ومن بعد يومين جات امها تديها، وقبل ما تروح سقساتني قالت لي وين تقراي؟ قلت لها نقرا في السيام الفلاني وكذا، عرفتها يعني وين نقرا. قالت لي حتى انا نحوذ ذم. قالت لي نتلاقاو في السيام ان شاء الله، قلت لها اوكي. المهم هي راحت وانا مثل ما مزدتش حكيت معاها خلاص، بصح بعد واش. بعد ما كنت نية فتحت لي عيني على العلاقات الغير شرعية، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. على خاطر انا كنت طفله نعرف غير القرايه، هذا ما كان.
وهذاك الطفل اللي عرفتني به ما زدتش تلاقيت به خلاص ولا هدرت معاه ولا، بحكم انا ما عنديش تليفون. بس حصاي دخلت لي صوالح هذوما في راسي. المهم دخلت نقرا وانا العقليه تاعي متبدله خلاص، وليت نعرف باللي كي يعجبني واحد نقدر نكون معاه في علاقه. وكيما كان الحال بعد ما دخلوا لي الافكار الشيطانيه في راسي، بدات حياتي تتبدل، بدات قرايتي تدهور. وكان ثم يعجبني واحد اسمه مهدي كان يقرا معايا، بصح هو ما كانش دايرها فيا خلاص. وحتى انا يعني تقدروا تقولوا ما كنتش مبين له والله، بصح كان قادر يشوف فيا بيسكا انا صح نعجب شوي، يعني انا مقبوله نصف لكم روحي. انا يا بيضة وعينيا كحل وكبار وشعري طويل وكحل وجايه قصيره ومعمره شوي، وعندي الخدود يعني جمالي عادي، بس عندي قبول وجايه مسراره اللي يشوفني نعجبه. نوليو الحكايه كيما قلت لكم الطفل هذاك جامي بينت له حاجه بيسكا انا كنت حشامه. بصح مع الوقت شفت بنات يدوروا به بزاف، يعني البنات اللي يقراو معانا ومعانا كان يعجبني بزاف، ما نكذبش عليك ما انا غرت. وكي خرجنا الساحة قلت قدامهم بلي زعما راني معاه في علاقة وكذا. هما انخلعوا، قالوا لي بصح ما تبينوش جامي شفناك مع بعضاكم. قلت لهم ايه ما نحبوش نبينو برك. هيا هما ما امنوش وراحوا سقساوها، قال لهم لا لا ما كانش منها، اصلا الطفله هذه جامي حكيت معاها. ولا جا عندي وسبني قال لي الكذابه وكذا. وكي شافني بلي ما دفعتش على روحي ولا كل يوم يسبني زعما باه يضحك البنات عليا، البنات اللي يقراو معانا. زعما كان حب يعجبهم بيانا، شغل حب يبين روحو بيانا. يا خاوتي دار لي عقده، وليت ما نحبش نروح نقرا بسبتو. وانا كنت من النوع اللي ما يدافعش على روحه، يعني يجيني توتر خلاص كي تصراكش مشكله والله وما نقدرش نجاوب حتى ونكون مظلومه، ونسكت. المهم كملنا العام هذاك ومن وراها جا العام تاع البيام، وانا على نفس الحاله هو يسب فيا وانا ساكته. كنت نخاف نرد له. وكي لحق البيام لقيت روحي بلي عام كامل ما كنتش نقرا، كنت نروح نعمر قلبي برك ونرجع. وتراجعت بزاف تم وما قدرتش نجاوب في الاختبارات، وللاسف ما ديتش البيام. وكامل ما امنوش، واحد ما امن كيفاه ما ديتوش بيسك انا كنت قرايه شويه يعني حتى ونزلت، بصح ما زلت شويه نسلك راسي. بصح انا عم بالي علاه ما ديتوش بيسك انا ما كنتش نروح نقرا، كنت نروح نرفد الذل ونجي. وكانوا كل يكرهوني في القسم هذاك بسبتها وبلا ما درت لهم والو. وحتى الطفل هذاك اللي اسمه مهدي وما درت له حتى شيء، يعني ما درتش حاجه جراف هكا باه يكرهني ولا. بصح معليش كاين ربي. والحمد لله هذاك الوقت كامل طلعوا الليسي الا انا ومهدي. وانا صح زعفت كي ما جبتش البيان، بصح فرحت في نفس الوقت كي حتى هو ثاني ما جابوش، على خاطر انا ما نجحتش بسبته. والحمد لله ما طحناش في قسم واحد سما تهنيت مت انا مرتاعه وتتلاميذ بيسك لو كان طاح معايا عم بالي بلي راح يكره القسم كامل فيا. ويا خاوتي انا صح تهنيت من مهدي، بصح طحت في واحد خلاف اخبث منه. مهدي على الاقل بين لي ديريكت الكره تاعو ليا، بصح هذا لا لا. المهم بعد ما دخلنا نقرا في سنه دراسيه جديده دخل يقرا معايا واحد قبايلي واسمه امين. وهذا امين يبان كبير شويه، هو معاود قداه من مره، بصح يا خاوتي كان بوقص لواحد درجه، لدرجه انه السيام كامل طايح فيه. والله يا خاوتي كانت عنده واحد الهيبه واحد الزين، حتى لوين ما خطف الانظار كامل. وبطبيعه الحال انا واحده من هذوك اللي عجبهم، وبحكم انه كان يقرا معايا كنت نظل غيسه فيه. حتى لواحد النهار دخلني ميساج في الفيسبوك تاعي، وانا كنت حليته جديد هذاك الوقت، بيسك انا جامي كان عندي فيسبوك. المهم هذيك المره كانت اول مره نكسب فيها تليفون، كانت ماما شرات واحد جديد وعطاتني تاع حال قديم. ما عليناش كي دخلت نشوف شكون اللي بعث لي لقيته هو. ما امنتش عقلي، كيف هذا بعث لي انا وش يحوس. وليت نفست ومن بعد رديت عليه قلت له وي. قال لي انتي رميسة؟ قلت له ايه. قال لي انا امين اللي نقرا معاك. قلت له ايه عرفتك من الفوطو تاعك، انا مش خاصك. قال لي سحقيتك معليش تبعثي لي النيميرو تاعك. وبطبيعه الحال انا بهلوله وزيد كنت صغيره، وليت عطيته النيميرو تاعي. هو كان يبان لي بلي حاجه كبيره خلاص زعما كان معشوق الفتيات. قلت كيفاه واحد زي هذا البنات كل عاجبهم وكذا وطلب النيميرو تاعي، كنت فرحانه خلاص. المهم كيما قلت لكم عطيته النيميرو تاعي بلا تردد. وكيما كان الحال ثم عيط لي وحكينا صافا ومن بعد قلت له خير ان شاء الله كش ما تحتاج. قال لي نحتاجك انتي. انا ما فهمتش، قلت له كيف تحتاجني انا؟ قال لي رميسة من الاخر راكي عجبتني وحبيت نكون معك في علاقه ونوعدك مش راح نسمح فيك. انا هنا صدمت، كيف هذا خيرني انا من بين البنات اللي ثم كل هذا من نيته، ويعني انا مش ما عنديش ثقه في روحي والله. بس كاين بزاف خير مني في القسم هذاك، وش عجبو فيا انا. يا رميسة شحال كنتي نية. هو ما خيركش انتي، هو خير الغريزه تاعو، انتي اللي لقاك سهله فيهم، انتي اللي تباني بهلوله فيهم، انتي اللي تباني ما تعرفيش، انتي اللي تباني سهله باه واحد يستغلك عاطفيا. مهم قاعد نحكي معاه ونهار هذاك كانت معايا صاحبتي كانت بيتها عندي بيتين نقرب زعما كيف. وهي كشفته وبعث لي وعيط لي وقال لي نبغيك وكذا، ما امنتش، حست باللي كاينه حاجه بيزار وقالت لي او يكذب عليك ردي بالك منه. وانا قلت لي غيره مني برك وعجبني الحال تما خلاص. وكملت معاه صح في العلاقه هذيك، جبنا مده شهر وحنا نحكيو عادي. حتى انا كطفل ولا يطلب مني صوالح بيزار، مثلا صوري كذا وبعثي لي، والله عيطي لي نحكيو في الليل،
وأنا كنت نوافق، كنت ندير أي حاجة باه ما نخسروش برك. وللأسف بعت له صور مش ملاح، والأول مرة في حياتي ندير حاجة كيما هك. وزيد ما قلت لكمش، هو قال لي بلي لازم واحد ما يسمع بالعلاقة تاعنا ملي يقراو معانا والله، وأنا وافقت أكيد. زعما حسبت بلي هذا الشيء لصالحي أنا. نوليو الحكاية كيما قلت لك، من بعد اللي كان يقول لي ابعثي لي وكذا، واحد النهار كنا نقراو، قال لي كي نخرجوا روحي ديريكت للباطيمات اللي مقابلين سيام وادخلي في واحدة منهم وبعثي لي رقم تاعها دوك نلحقك. قلت له اوكي، وانا كنت خايفة كنت نرجف، بصح الله غالب خفت نخسره. وزيد كنت صغيرة هذاك الوقت وكنت في سن المراهقة يعني تغلبت عليا. وزيد قلبي غلبني، كنت حاسبة روحي بلي نبغيه ونموت عليه. المهم رحت وجا هو زعما حب يتقرب لي، والحمد لله سمعنا صوت ناس طالعين، خرجنا نجري وتما خفنا. وانا كي خرجت رحت نجري ديريكت للدار، وهو بقى يبعث لي ويقول لي ارجعي، بصح انا ما حبيتش خفت منه. كي لحقت للدار بعث له ميساج زعما باه نحكي معاه، حتى نقهرد لي، بصح الخطره هذه ثقل معايا في الهضره. حسيته متبدل بزاف، قلت بالك زعف كي ما حبيتش نولي عنده. قلت لك بشوي بشوي وروح له زعف، وقعدت نبعث له هو ما يرجع ليش. حتى في الليل بعثت لي وحده قالت لي انا راني معاه في علاقه وكذا، قالت لي اخطك منه وبالك نلقاك تدوري بيها. وبعثت لي تصورهم كيف كيف، بصح كان وجهها مغطي. انا تصدمت يا خاوتي، كيف هذا كان يحكي معايا 24 ساعه؟ كيفاه يحكي معاها حتى هي؟ كان يحكي معايا طول يا خاوتي. بصح كاكو امنتها بيسكا، قلت له كان هو ما كانش معاها يكذبها، هو ما كذبهاش وبلوكاني ديريكت. مهم عطاني ربي القوه وتخطيته، بيسك اصلا كانت علاقه عابره برك، باينه بلي راح ننساه. وزيد انا ما كنتش نعرف الحب تاع الصح. المهم مشات الايام وجات الايام وانا هكاك، وكل مره وين يعجبني واحد، وكنت كل ما واحد يطلب اني نكون معاه في علاقه كنت نقبل، وكنت نحكي معاه يامات ونكره منه ونبدل. يعني جربت بزاف علاقات غير شرعيه، بصح بصراحه بعد الخبيث هذاك تعلمت الدرس، وما خليت حتى واحد يزيد يستغني والله، وما زدتش يبعث لي فوطو تاعي لحتى واحد. وبقيت على الحاله هذه حتى لحقت لسنه ثانيه ثانوي. واحد الخطره كنت قاعده في الدار نتفرج، حتى جات عندي ماما قالت لي ام كاينين وحايد حابين يجيو يخطبوك، قالت لي ام شافوك في التليفون تاعي وعجبتيهم. وانا يا خوتي كنت متلهفه اني نكون عروسه، كان يبان لي زواج شغل حاجه كبيره خلاص. وليت قبلت بلا تردد، وزدت حطمت بيسكا، بغيت واحد وتفارقنا هذاك الوقت، سما شغل كنت حابه اني نخرج من العلاقه هذه بحاجه جديده. وليت قلت لها خليه يجيو، وتفاهمت معاه ماما وداروا نهار اللي يجيو فيه باه يشوفوني. هذاك النهار جا هو واخته وراجل اخته، بحكم العيله تاعو بعيده شوي. المهم دخل هو عندي باه نديرو رؤيه شرعيه، وبصراحه انا ما عجبنيش بزاف، بس كان كبير عليا، هذاك الوقت كنت انا 16 سنه وهو كان 36 سنه، تسمى بيناتنا 20 سنه كامله. بصح هو كان يبان متربي وكان يبان عاقل. وراح تقولوا لي كيفاه يماك وبابا قبلوا باه يمدوك ليه برغم من فرق السن اللي كان بيناتكم. انا نقول لكم ماما كانت تموت على الماده، وهما كانوا قالوا لها بلي عنده دراهم بزاف وكذا، يعني لاباس بيه. هاي ولات قبلت، وبابا لا حول ولا قوه مسكين كي شافني بلي اني قبلت ما حبش يفسد عليا الفرحه تاعي. يعني بصراحه لو كان رفضت عن بالي بلي كان راح يوقف معايا، بصح كي قبلت قال لك خليه هي قابله، خلي ربي يسهل. كيما قلت لكم درنا شوفه وتفهمنا على سمانه نديرو الخاتم. هما كانوا مزروبين وانا ما اعترضتش، سيرتو كي شفت الخير اللي جابوه لي بصراحه يعني شغل تخلعت. مهم فات سمانه ودرنا الخاتم، وذاك النهار انايا لبست ورحت الحفافه وجيت نهبل بصراحه. حتى هو هبل عليا كي هو كي تدارهم، يعني هم كل هبلوا عليا عجبتهم. اما انا ما كانوش عندي مشاعر من جهته خلاص، انا كنت حابه نتزوج وصاي. من جهه كنت حابه نتهنى من مشاكل تاع الدار، ومن جهه خلاف كان يبان لي الزواج انجاز. كيما كان الحال تزوجت، اول سمانه من عرسي جوزتها في الغرب، يعني في الولايه تاع راجلي، على خاطر راجلي من الغرب. وفات سمانه ديك عادي، وبعدها رحنا للجزائر كرينا فيها. وكي جوزنا اليومين الاولين وليت نشوف في روحي بلي ما نحبش نقعد مع راجلي بزاف. يعني صح انا ما كنتش نبغيه، بصح كنت معاه عادي. بصح في هذاك الوقت كي رجعنا للجزائر وليت ما نحملوش خلاص. وهنا يرجع حنيني الايام العزوبيه، هنا تفكرت الطفل اللي كنت معاه في علاقه واللي بغيته قبل ما نتزوج. وليت بعث له ميساج وهو رد عليا قال لي توحشتك. قلت له انا راني تزوجت. قال لي كيفاه منا، وقال لي لازم نتلاقاو. قلت له اوكي، وصح درتها ربي يسمح لي. رحت لقيت به برا وانا متزوجه. مهم حكينا، والعشيه روحت للدار ووليت نحكي معاه في الليل. وليت نخلي راجلي راقد وحده في البيت وانا نرقد في بيت واحد اخرى. حتى نلقى السيد هذاك قال لي طلقي ونتزوجوا، قال لي انا نبغيك وما نقدرش نشوفك مع واحد اخر. قلت له اوكي، وقلت لراجلي اديني لدارنا، وقلت له عادي يعني شغله ماشي بينت له بلي اني حابه نطلق والله. وهو داني، وكيما كان الحال تشجعت وحكيت لماما قلت لهم بلي راني حابه نطلق. هما في الاول صح ما رضاوش وقالوا لي كيف عندك غير شهر برك زواج ومنا. بصح كي شافوني بلي دخلت في حاله نفسيه صعيبه وليت ما ناكل ما نشرب، ولا وافقوا طلقوني منه وطلقنا بالتراضي. وهو دعا عليا يا خاوتي قال لي انا بغيتك صح، بصح انت كنتي تلعبي بيا واني نخرج فيك. وصح بكى عليا ذاك الوقت، وحاول معايا بزاف باه نرجع له، بصح انا كنت مصممه على القرار تاعي. كنت معميه وكنت صغيره، وكنت متخيله بلي جامي راح نندم على القرار تاعي. المهم طلقت منه وكل واحد راح في حاله. بصح سبحان الله غير طلقت وكان راح يجي يخطبني الطفل هذاك اللي كنت نبغيه.
لقيت روحي بلي بديت نجبد عليه بعد ما طلقت. تخيلوا طلقت على جالو ومن بعد وليت نجبد في روحي عليه. انا كنت نموت عليه قبل، بصح وليت ما نحبش نهضر معاه خلاص. حتى هو تخلى عاد يظل يعيط لي ويقول لي علاه تبدلتي وكذا، وثم انايا بلوكيتو من كلش. ما فهمتش حتى كيفاه كرهته. المهم وليت لحياتي وتعرفت على واحد اخر، وتقدروا تقولوا قعدت معاه شهر برك، وبداو البنات اللي كانوا معاه بداو يبعثوا لي، وزادوا بداوني المشاكل من دار وجديد. وكانت وحده تبغيه وتموت عليه، وكي سمع زعما بلي راهو معايا وجاي يخطبني بدا يدير لي في المشاكل. كانت هي وامها يعيطوا لي ويبداو يستفزوا فيا، وانا كنت نبدا نسب فيهم وهما ساكتين. وانا كنت حماره حشاكم، ما كنتش نعرف هما كانوا يسجلوا فيا. المهم شكاو بيا وشارعوني ثما، والحمد لله خرجت سلامات وحكموا عليا غرامه برك. وانا ثما خطيت الطفل هذاك باسكو جاب لي مشاكل بزاف. وتحسبوا خطاوني كي خطيتو؟ لا لا بالعكس، زادوا هاجوا عليا اكثر، ولا كل دقيقه يروحوا يشكيو بيا حتى عياوني يا خاوتي. وانا والله ما درت لهم والو. المهم واحد النهار كنت عند لي جندارم وكانوا يكتبوا في الاقوال تاعي. حتى شافني جدارمي ثما وعجبته، دا النيميرو تاعي من البيبي وعيط لي. في الاول انا ما حبيتش نهضر معاه، بصح من بعد وليت نهضر معاه عادي. قال لي بلي كي عجبتيني وحاب نخطبك وكذا. قلت له بصح انا راني مطلقه وراني داخله المحاكم بزاف. قال لي عن بالي. قال لي يعطيني شهرين برك نروح لدارنا بيرميسيون راني نجي نخطبك ان شاء الله. قلت له اوكي. قعدنا نحكي ويا ما توش تروحي بلي تعلقت بيه، واول مره نحس بالاحساس هذاك. اول مره نلقى واحد يفهمني ويحس بيا. هو كان يبغيني بزاف وكان ديما واقف معايا، وكان يعاملني على اساس اني بنته. بصراحه هو كان نعم الراجل وجامي غلط معايا في الهضره، والله العظيم انا وحيرني من قوه الحب اللي كان يعطيهولي. هاي راح لدارهم وحكى لامه وحكى لدارهم عليا زعما، وقال لهم بلي نحب نخطبها وكذا. وقالت له بلي اني مريضه درك، قالت له خلينا نرتاح ونروحوا لهم، بحكم ما دارهم بعيده بزاف علينا وما تقدرش على الطريق وهاكم عارفين. وفاتوا لي مات حتى قعدنا عام وحنايا مع بعضنا، وجامي جرحني بالهضره ولا تقابض معايا، والله كان يموت عليا تصح. بصراحه عوضني على كلش. العام اللي فوتو معاه كان اجمل عام في حياتي. حتى واحد النهار وانا قاعده نغسل في الماء نعيط لي، قلت له الو. قال لي ويرو ميسا؟ قلت له انعم. بالمناسبه هو اسمه اسلام. حتى نسمع فيه يبكي. قلت له وش بك تبكي؟ قال لي او بابا سقط عليك وقالوا له بلي داخله المحاكم وكذا، وقال لي ما راكش ولدي لو كان تديها. انا في اللحظه ذيك مت وحيت، ولا هو يبكي وانا نبكي. قال لي ما عرفتش وش ندير. قلت له اسلام زيد حاول يا اخي تبغيني. قال لي باينه، ودك نروح للدار برك نحاول معاهم حتى نقنعهم. وكيما كان الحال مسكين حاول معاه مدابز معاه مدار كلش على جالي، بصح والو ما كانش نتيجه. المهم بقى يحاول معاهم بكل الطرق كيما قلت لكم حتى لوين ما فقدنا الامل. بصح يعني بقينا نهضروا تما هذاك الوقت، بقينا نهضروا خليناها المكتوب. حتى واحد النهار قلت له يماه لو كان زيد تهضر معاها مارك ولدي ما نعرفك. وهو يا خاوتي يحب يماه بزاف وما يقدرش يخسرها. ولا عيط لي وحكى لي قال لي راني بين نارين. هاي انا ثم قلت له دير لي تريحك. وبصراحه انا ثم فقدت الامل. وماما انايا كانت ضغط عليا من دارنا ذاك الوقت. ماما قالت لي ما تزيديش تهضري معاه، بحكم ما باه يخلوني نهضر معاه. هو عطى الام واحد الوقت زعما تهضر مع ماما وتفهموا باه يجيو يخطبوني. وحتى بابا حكى مع بابا. ومن بعد جبدوا روحهم كيما قلت لكم، وماما قالت لي ما تزيديش تحكي معاه خلاص. تما تغلقوا علينا كامل البيبان، وثم تفارقنا وخلصت اجمل قصه حب. هو صح كان يبغيني وانا ثاني كنت نموت عليه وكراجل بمعنى الكلمه، بصح الله غالب مش بيدينا المكتوب لي فرقنا. ويا خاوتي من هذاك النهار تقلبت حياتي خلاص. من هذاك النهار اللي تفارقت معاه وليت نشوف الدنيا ظلمه، وليت حابه برك ننسى. وثم تعرفت على طفله خارجه الطريق وعرفتني على واحد العباد حاشا عباد يا خاوتي، يتعاطاو ويشربوا الخبائث، يسرقوا ويديروا كلش مش مليح. وانا رحت معاهم في الطريق هذيك. بصح انا كنت حابه نجرب برك زعم. بصح ملي كنا في التجريب حلات لي ورجعت كيما الطفله هذيك، وليت ندير كلش يديروا هي. تخيلوا انا اللي كنت كي نشوف بنات يديروا كيما هك نعيفهم، وليت انا كيفهم ولا اكثر. ودارنا ثما وليت ما نحملهمش. وليت كل يومين نهرب من الدار، ودارنا مساكن كانوا يجيبوا لي غير في الروقات. وصح تا ربي هما ما كانوش منقصين عليا والو، برك دارنا ما كنتش نحملها هذا ما كان. وحتى درك ما نحملهاش. والله وليت كي ندخل الدار ما نرتاحش، ما فهمتش علاه. مهم بقيت كاك حتى تعرفت على واحد من الطريق هذيك، يعني تا مخدرات وكذا. وانا ما كنتش نبغيه بصراحه، وحتى الاعجاب ما كانش يعجبني، بس عطيته كونتاكت تاعي برك وهو كان يبعث لي وانا ما ريبونديش عليه. هاي واحد النهار كنت عند الطفله هذه وكان حكمني الاكتئاب ثم. كنت حابه نخرج برك، وبدا يحكمني الادمان تاع المخدرات. وثم يا خوتي انا ما فهمتش علاه وليت ندير كيما هك. هذا صح ابتلاء، بصح انا اللي رحت ليه، انا اللي وصلت روحي. مهم انا كنت ما نعرفش اسامي الدواوات والامور هذوك تاع المخدرات خلاص. ومن بعد وليت مدمنه. نوليو الحكايه كيما قلت لكم، انا ما لقيتش كيفاه نخرج وما لقيتش كيفاه نشرب الحوايج هذوك اللي كانوا طاقين لي في راسي. وكان لي ثم وليت ما لقيت غير هذا اللي تعرفت عليه، هو اسمه مراد. هاي لقيتو حل فيسبوك وليت عيط له، قلت له راني حابه نخرج وكذا. قال لي اوكي ماشي مشكل، دوك نشوف كيفاه ندير ونجي عندك. وكيما كان الحال جاني وخرجنا ورحنا شربنا مخدرات وكيما تعرفوا.
وأنا ما كنتش مالفة تنفهم، ولاو أثروا عليا بزاف، وليت نبكي وليت نحكي في حكايتي لمراد، وبصراحة هو نصحني، وحتى أنايا ثاني نصحته بيسكا حتى هو ثاني حكى لي الحكاية تاعو، قال لي بلي هو كان يتاجر في الأمور هذو وكذا، وأنايا قلت له بعد على الطريق هذه، قلت له الطريق هذه ما تخرجش واسمع مني ومن ثم ولا ما يبيعش تسمى عاد ما يديش إثم الناس الآخرين تسمى شغل كان ياكل برك هذاك الشيء بصح ما يبيعوش، وأنا عاد يعجبني على خاطر اللي نقول له عليها يديرها، أما أنا كنت نجوز الوقت برك، هو كان يعجبني كصديق، أما ما كانوش عندي مشاعر من جهته الشغل مشاعر الحب هذوك ما كانوش، حتى لواحد النهار تا دارنا قفلوا عليا البيبان الكل لا خرجة لا خدمة والو، وأنا دارنا كيما قلت لكم كنت ما نحملهاش خلاص، وليت نخمم غير كيفاه نخرج وما لقيت حتى واحد يعاوني، هاي خممت وما لقيت غير مراد في وجهي، هو كان لو كان نقولوا على أي حاجة يديرها لي على خاطر كان يموت عليا، وتما كان كل يوم يقول لي اخرجي نشوفك اخرجي نشوفك، وليت انا عيط له قلت له اني حابه نخرج بصح ما كانش لي يهزني يعني ما عندي حتى واحد نروح ليه، قال لي حتى انا ما عنديش بصح نديرو حل راكي معايا وراح نكمل معاك راجل، وكيما كان الحال هربت معاه وبقينا شهر مع بعضانا، وشتو في الشهر هذاك عمره ما حاول يدير حاجه مش مليحه ولا كان محترمني، كان يروح يخدم ويرجع وكان متخلي فيا تسمى كان ما ياكلش هو وانايا ناكل، حتى لواحد النهار تقفلوا البيبان كامل في وجهنا، هذاك الوقت ما عندناش وين باتوا خلاص، وهو ثم قال لي هيا نتزوج وانا قلت له لازم يكونوا دارنا معايا، اما يعقدوا لي شكاك، قال لي ماشي مشكل دوك نروح انايا نقنعهم، وكما كان الحال قنعنا والدينا والحمد لله تزوجنا، وفي الشهر الاول تزوجنا كان كلش عادي بصح في الشهر الثاني بدا يتبدل شوي، وليت نشوفه زعما مش باغيني، هكا كان احساسي، وحتى كي يخدم عاد ما يعطينيش الدراهم، واذا عطاني يقول لي واش راح ديري بيهم، والله يقول لي خلي انا نجيب لك الحوايج اللي تحتاجيهم، ولا موسوس مني بزاف، مع العلم تما كنت بلا تليفون وهذاك الوقت حبست كلش كنت نديرو من قبل، تسمى كي تزوجت قررت اني نبدا حياة جديدة، بس حكاكم مازال موسوس مني، كان مرات يضربني مرات ما يقضيش للدار، وحتى كي ندابزو انا وياه انا نبقى ساكته وهو يبدا يشرح فيا بالهضره، وديما يقول لي انا ما لقيتكش في الجامع والدراهم كان ياكلهم وحده، كان ياكلهم كاشيات ودواوات هذوك، وكي تعاطى ذوك الامور يولي مليح معايا ويشري لي واش نحتاج في الدار، بصح كي حبس ما يولي عبد واحد اخر خلاص، وتخيلوا ملي تزوجنا ما قاليش نبغيك والله، مع العلم هو قبل كان غير يقولها لي كان ديما يقول لي اني نبغيك نموت عليك كذا، مهم يا خاوتي تبدل بزاف، وعاد على حاجه والو يدابز معايا، كيما قلت لكم يولي حنين معايا ويبغيني غير كي ياكل كاشيات هذوك، وحتى دراري ما رزقنيش ربي بيه، وانا مانيش حابه نولي للطريقه هذيك لو كان نطلق معاه عن بالي بلي نولي ليها، اني عارفه بلي ما عنديش وين نروح، دارنا والله ما نحملها، شكيت كاش ما دارولي على دارنا والله، وهو كل مشكل صغير يقول لي روحي لدارك ما نسحقكش، وحتى ويغلط هو ما يطلبش مني سماحه ويولي يهضر معايا ديريكت، وانا لو كان نشنف ما يبغيش، غير يشوفني نشنف شوي والله ما نبغيش نهضر معاه والله يقول لي روحي لداركم، ودركا ما عرفتش واش ندير ولي ديما في المشاكل معاهم مع دارهم، حتى دارنا وكيما قلت لكم دارنا كرهتها، اعطوني حل يا خاوتي ربي يحفظكم. هذه هي القصة اليوم وأنصح صاحبة القصة في التعليقات، تلاقوا في القصة الجاية إن شاء الله، اتهلاو في رواحكم في أمان الله.